فإن الأعداء ما فتئوا ولا يفترون، دائما وأبدا يكيدون لهذه البلاد، لأنها مصدر الإسلام، هي مركز العالم الإسلامي الآن. لا قدر الله لو أن هذه البلاد انهارت، انهار المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لأنها هي مركز العالم الإسلامي لما فيها من الحرمين الشريفين، لأنها مصدر الدعوة، لأنها مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي شع منها النور على مشارق الأرض ومغاربها، وهم يريدون أن يطفئوا هذا النور. فعلينا أن نحافظ على ديننا، أن نحافظ على أمننا، أن نحافظ على أولادنا، وهذا يستدعي منا اليقظة والانتباه دائما، ولا يكن نصيبنا من هذا التحدث عنه في المجالس وإلقاء اللوم على فلان أو علان. كلنا مسؤولون عن هذا حتى تصان هذه البلاد